السلام عليكم ورحمة الله. رسميا الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع الجيش الملكي المغربي ويتعاقد مع رضا سليم لمدة 4 مواسم. الصفقة حسمت بالفعل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من الأهلي. زي النهاردة من 7 سنين الأهلي يعلن تعاقده مع أفضل ظهير أيسر في القارة علي معلول. موقع فوت 24 التونسي: علي معلول قرر مغادرة الأهلي هذا الصيف واللاعب لديه عرضين من الدوري السعودي والدوري القطري، والأقرب حسب كلام الإدارة إنه مستمر مع الأهلي، والصحافة السعودية تأكد اقترابه لأحد الأندية الدوري السعودي. مارسيل كولر يقرر منح لاعبي الأهلي الأساسيين راحة لمدة 4 أيام بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز، وخوض مباراة المصري البورسعيدي بالدوري بالبدلاء والشباب. الخطيب يدعو لجنة التخطيط بالأهلي للاجتماع اليوم، وسيد عبد الحفيظ لمناقشة ما حدث بعد مباراة بيراميدز. الأهلي يستقر بشكل كبير على تفعيل بند استعارة محمد شكري من سيراميكا كليوباترا بسبب عدم اقتناع كولر باللاعبين المرشحين لتدعيم الجبهة اليسرى. الأهلي يعلن نقل جماهيره عبر أتوبيسات مجانية إلى الإسكندرية لحضور مواجهة المصري. مطالب جماهيرية برحيل طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح ومحمد فخري فورا عن الفريق بسبب مستواهم الذي لا يليق بالأهلي. رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات وتغريمه 20,000 جنيه اعتمادا على بند السلوك الغير رياضي. بيراميدز يعترض على اكتفاء رابطة الأندية بإيقاف حسين الشحات مباراتين فقط، ويقرر التقدم بالتظلم للجنة الاستئناف بسبب عدم توقيع عقوبة مغلظة على اللاعب، وذلك بعد اعتذار لاعب الأهلي محمد الشيبي بعد المباراة. الأهلي يقرر شكوى محمد الشيبي للجنة الانضباط بسبب إشاراته واستفزازه الجماهير ولاعبي الفريق، وشكوى بيراميدز بسبب تجاوزات أحد إداري الفريق وتوجيه إشارات للاعبين وجماهير الأهلي. خبير اللوائح يؤكد أن شكوى بيراميدز للجنة الانضباط ضد حسين الشحات أصبحت بلا قيمة، وذلك بعدما ذكر مراقب المباراة الواقعة في تقريره واتخاذ لجنة المسابقات قرار فوري ضد اللاعب. الأهلي يغرم حسين الشحات 300 ألف جنيه بسبب ما بدر منه اتجاه محمد الشيبي، وذلك رغم تأكد النادي أن اللاعب المنافس قام بتوجيه السباب لحسين الشحات قبل الواقعة أكثر من مرة. رابطة الأندية تؤكد أن إيقاف حسين الشحات سينفذ في مباراة المصري البورسعيدي وأول مباراة للأهلي في الموسم الجديد، وإن اللاعب سيشارك في مباراة الداخلية بشكل طبيعي. الأهلي يقرر دعوة حسام عاشور في أي احتفالية أو تجمع لنجوم الأهلي القدامى بعد التوسط من بعض النجوم السابقين له عند الإدارة والمطالبة بالعفو عنه، وباعتباره أكثر اللاعبين تحقيقا للبطولات داخل القلعة الحمراء. رابطة الأندية تغرم المصري البورسعيدي 220 ألف جنيه بسبب سباب الجماهير للأهلي في نهائي كأس الرابطة وإتلاف مدرجات استاد برج العرب. باهر المحمدي ينفي ما يتردد عن فسخ تعاقده مع الإسماعيلي. الاتحاد السكندري والبنك الأهلي يطلبون استعارة محمد عبد الغني من الزمالك في الموسم الجديد. هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني بسبب مستوى طاهر محمد طاهر، وقد يتم إعارته أو بيعه في هذا الصيف. أحمد شوبير يعلن رسميا على لطفه إلى نادي زد في صفقة بيع نهائي.